السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. ربنا يكبر خاطركم زي ما بتكبروا خاطري. محتاجة منكم اهتمام كمان وكمان وكمان. ربنا يصلح لكم حالكم وحال ولادكم. صلوا على النبي حبايب قلبي. النهاردة كان يوم تعب، بس يا رب يبقى كل يوم تعب كده. احنا راضيين. ربنا يوسع الارزاق يا رب، يا رب يوسع الارزاق علينا وعليكم وعلى الامة كلها يا رب العالمين. مطلوب مني النهاردة 4 فطاير ومطلوب مني كيلو قراقيش. هشوف هتعمل ايه اميره. يلا حبيبتي، ال4 فطاير دول زي الشطره مش هعجبك. لا لا انا ما اقدرش والله العظيم اعمليهم في العجانه. يعلموا في العجانه. ايوه لا بجد حرام عليكي والله. وانا برضه ما خلاص انا فطرت. لا حول ولا قوه الا بالله. انت بتعملوا في العجانه وكل الخبر. حبايب قلبي بالله عليكم عندنا العجانه يا حبايب قلبي. هاتي العجانه كده يا حبيبتي. ليه بقى هي عايزه تعذبني؟ عايزه اعرف ليه عايزه تعذبني. الله يسامحك. يلا يا قلبي تعال عشان اعجن كيلو القراقيش ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا هتقولوا لي يا ام وعدي يا رغايه، ما انت عملتي قبل كده الفطير معانا. حبايب قلبي زي ما انا قلت لكم كده، انا بحب ان انتوا تشاركوني يومي يا رب كده، يوم كله شغل ويوم كله سعاده. وادعوا لي بصلاحان الحال، ادعوا لي يا حبايب قلبي ربنا يصلح الحال ويكتر الرزق. الموسم اللي جاي علينا ده يا حبايبي ايه ده؟ هو في موسم يا ام وعد؟ ايوه بالنسبه لنا احنا الموسم اللي جاي ده موسم الرقاق يا حبايب قلبي. مش انت اما بيجي ابنك في العيد الكبير يقول لك يا ماما هات العيديه، تقولوا له يا حبيبي ده عيد لحمه مش عيد فلوس، مش عيد عيديات. احنا العيد الكبير ده بالنسبه لنا حبايب قلبي بيمثل حاجات كتيره قوي. يا رب يجعله عيد مبروك علينا يا رب وعليكم، وربنا يوسع ارزاقنا يا حبايب قلبي يا رب. ال4 فطاير في العجانه وانا هعجن كيلو القراقيش ده يا حبايب قلبي. كيلو واحد يا ام وعد؟ ايوه اللي طالبه هات يا قلبي. حطيت قد ايه سمنه لحبيبتك؟ نص كيلو للكيلو. لو كوني متوسطه شويه بايدك عشان ايه ده؟ تبقى سخنه. ده بتحبني كده اميره. لما تقولي لي حطي ايدك وهي سخنه. لا طب هاتي. ايه؟ انا ما يرضينيش تبقى سخنه. لما كان هيرضيك اعجن عجيني. لا حول ولا قوه. يعني يا حبايب قلبي مش طمران فيها الاكل اللي باكله لها وهي تقول لي اعجني برضو يا حبايب قلبي. انا قلت يا حبايب قلبي دي الخميره محبه ميه. ما حطيتيش لبن يا ام وعد؟ لا ما حطيت. هاتي حاجه اقلب بيها بقى السمنه. ما حطيتيش يا ام وعد سخنه؟ ما حطيتيش يا ام وعد لبن؟ هي صح اللي عايزه كيلو القراقيش عايزاه خفيف، يعني ده كيلو دقيق على نص كيلو سمنه. مش هيطلع ناعم، هيطلع متوسط يا حبايب قلبي. طبعا احنا تبع الايه اللي بياكل. اعملوا كذا بنعمل كذا، وبألف هنا وشفا للي بياكل. يا سلام عليك يا ست اميره. طب ادحت لي السمنه او ليه؟ ايه؟ ادحت لي السمنه او ليه؟ عشان اتلسع يعني؟ لا يا حبيبتي انا ما يرضينيش ان انت تتلسع. النهارده كان عندنا شغل يا حبايب قلبي. احنا شغالين من الساعه 6 الصبح والنهارده ودلوقتي كده المغربيه. كان مطلوب مننا شويه شغل رقاق. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ عشان زي ما قلت كده يا حبايب قلبي ده موسم العيد الكبير. طب مش لسه بدري يا ام وعد؟ لا مش لسه بدري. في ايه يا وعد؟ اتلسعتي؟ شفتي بقى؟ مش لسه بدري يا ام وعد. لا يا حبايب قلبي بالنسبه لنا احنا مش لسه بدري يا حبايب. احنا يا دوبك كده نبتدي نشتغل في الرقاق. ليه يا حبايبي؟ في بيبقوا تجار يعني على قدهم كده برضو، اللي بتبقى محتاجه 20، اللي بتبقى محتاجه على حسب كل واحده وعارفه المبيع بتاعها ايه يا حبايب قلبي. سخن سخن سخن. يا رب يكفينا شر النار وعذاب النار يا اميره. اللهم صل على حضرة النبي. عمري ما اقدر انزل بالخميره دلوقتي الا لما العجينه تبرد خالص. ليه؟ العجينه اول ما لو انا نزلت بالخميره دلوقتي العجينه تبوظ مني. شيلي ايدك.
لا هو كيلو قراقيش واحد لزبونه هنخلصه دوقان. الله يسامحك يا رب، يكفينا شر النار وعذاب النار يا رب. زي ما قلت لكم كده يا حبايب قلبي، لا لازم تبرد شويه كده. عملنا الرقاق وخلصنا، جاء الزبونه طلبت مننا 4 فطاير. طبعا ده كله رزق، واحنا بنستنى حد يقول ايه اي شغل يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلصتي يا حبيبتي؟ اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل. شايفين العجينة؟ شايفين ملبل يا اخواتي، وجت عايزاني اعملها على ايدي. الله يسامحك. اديها كمان لفه طيب؟ اديها لفة بقى. بصي اديها لفة كده وسيبها ترتاح قبل ما نقطعها. يلا. انا هقطع على طول ان شاء الله. بس طيب طيب. اللهم صل على حضرة النبي. الله أكبر. الله أكبر. فاحنا بقى حبايب قلبي ايه، قلنا ما نقولش لا لحبيبتنا ده زبونتنا، عملنا لها الايه ال4 فطاير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله واحنا هنشتغل فيهم جالنا برضو ايه اوردر الكيلو القراقيش ده. احنا لو نص كيلو مطلوب مننا يا حبايب قلبي بنعمله. وتشغلي الفرن يا ام واحده؟ ايوه بشغل الفرن على نص كيلو. دي لقمه عيشنا ودي مرزقتنا. وبعدين مش انا لوحدي بس يا حبايب قلبي في المشروع ده، احنا كتار فاتحين بيوت، ستات كتيره بيستنوا الموسم ده. اللي عايزه تجهز بنتها، اللي عليها حاجه عايزه تسدها، اللي عايزه تجيب حاجه ببيتها. المقصود ان انا بحكي لكم حكايتنا، ان احنا بنقول ايه يا ست البيت يا شاطره، من خلال بيتك ممكن تعملي مشروع. ازاي يا ام وعد؟ ايوه اشوف انا شاطره في ايه. ربنا سبحانه وتعالى بيبقى مدي لكل واحد مهنه جواه مخفيه. عايزين عجلتها ولا ايديكوا بقى ولا اي حاجه، ولا ايديكوا ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. يا اميره حلوه، بس انا مش حاساها ناشفه قوي. لا يا حبيبتي، ما انا اللي هقطع، مش انا اللي هقطع. تعالي يا حبيبتي عادي. ايوه الحمد لله. تعالي شوفي بقى انت اتحل الساعه حبايب قلبي. وادي العجينه اتلمت اهي. بسم الله ما شاء الله. انا سبتها اما بردت عشان احط الخميره. بسم الله ما شاء الله. ثانيه واحده ونبتدي فيه. يلا يا غاليه قطعي انت على فكره كنت طرتها شويه. لا. طب قطعي انت بقى. انا سبتها. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم بارك. اللهم بارك. بألف هنا وشفا للي هياكل. زي ما قلت حبايب قلبي اكتر من مرة، ان احنا بنقول ايه يا حبيبة قلبي، من خلال بيتك ممكن تعملي مشروع. ما مش كل الناس يا ام وعد بتعرف تعمل رقاق. لا، ما انا ما قلتش لكل الناس يعملوا رقاق. المتاح ليك يا حبيبة قلبي في تنظيف خضار، في حاجات كتيرة قوي قوي، في ان انا اسعى اقعد بطفل او بمسنة. مش عيب. العيب ان انا اقول لحد اديني، العيب ان انا اخلي اولادي محتاجين حاجة على قد الحافك مد رجليك. وانت بتقولي كده يا ام وعد، الدنيا غلا. مادام في فرصه وانت وزوجك متفاهمين انك انت تشتغلي وتشتغلي في مكان كويس، اهم حاجه ان انا بشوف مكان يناسبني اشتغل فيه، او من خلال بيتي ان انا اشتغل. يا حبايب قلبي دلوقتي يعني احنا بنقول ايه على الغلا اللي احنا فيه وتربيه الاولاد والعالم بتاعهم، الدنيا بقت صعبه. الحمد لله والله احنا عايشين ببركه ربنا، وطول ما بنحمد ربنا ربنا بيزيدنا. ما هو من حمده ومن شكره زاده. طول ما احنا بنحمده وبنشكره هو بيزيدنا يا حبايب قلبي، بيزيدنا في كل شيء، حتى بيرفع البلاء عننا. البلاء، ما هو انا ممكن اكون باكل وبشرب ومعايا فلوس، بس في حاجه منغصه حياتي، في ابن عاق بيا، في مشاكل ما بتخلصش يا حبايب قلبي. كل ده هو احنا بنقول ايه، كل اللي بيديهولنا كويس واحنا راضيين بيه يا حبايب قلبي. يعني ما انا ممكن اكون مربيه كويس قوي ومعلمه كويس قوي، هل ده ان احنا بنقول ده عيب تربيه؟ طب ما انا علمت وربيت وعماله اقول حرام وحلال وكل ده انا عملته. ده ام فاضله كلمتني وقالت لي انا عملت كل حاجه يا ام وعد، كل حاجه، بس ابني
مغلبني، ابني جايب لي المشاكل 24 ساعة. يا حبيبة قلبي يا اللي ابني جايب لك المشاكل، صوابعك كلها مش قد بعضها يا غالية. احنا لازم يبقى في عيل كده يا حبيبتي، لازم يبقى في عيل كده. وانا حبيب قلبي مش عارفه، بس حاسه ان اميره اتجننت ولا جعانه، حاسه انها بتكلم نفسها. هو في ايه؟ لا والله بعد القطعة. والله العظيم والله العظيم وربنا انا قلت انت جعانه ولا بتكلمي نفسك. 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16. على فكره انا فاهمه دماغك، انت بتخمسي كده وبتعملي في البتاع كده يعني من وشي مثلا. عشان ايه؟ عشان انا عامله حساب ايه؟ وعد فطيره صغيره بدل ما تاكلني، هي ما كانتش كده واقفه معايا. شايفه بتفكر فيا ازاي؟ شايفه الام الحنونه. يعني انا لا ما بقولكيش. يعني انا ما بفكرش. طيب خلاص انا مسامحه. لا اصل كمان ايه؟ قلب امه هنا، فبصراحه ربنا ممكن يتعشى معانا. لما بيكون قلب امه هنا فبنتعشى على حسه. قلب امه يا حبيبتي مش هيقعد عشان رايح لديانه حداد بتاعته. لا يا حبيبتي يتعشى معانا يمشي. لا ايه ده الحكومه بقى هيقول لها اتعشيت. ربنا يهديهم لبعض يا رب يا ست، ربنا يهني سعيد بسعيد. احنا عايزين ايه كده؟ نشيل نركن ده دلوقتي عبال ما نفرد معاكم تاني. شيلي ده يرتاح. حاضر. هل ده زي ما هو كده بقى؟ يلا هات نقطع بقى كيلو القراقيش ده. حاضر. اصلا يا جماعه عايزه اقول لكم يا جدعان ان اصلا القراقيش من غير ما تتعمل وهي كده طعمها تحفه. يا شيخ انت عارفه يا حبيبتي انا بحس ان كل حاجه فوق اصلا. الحلو شايف كل حاجه حلو. طبعا. يلا يا ماما هاتي يا قلبي الصغيره قوي دي كده. ما احنا بس عايزين القرقوشه حلوه كده تدوب في البق. لا هو واللي عايزينها صغيره. ايوه شفتي بقى الصغير ده، مش قادره اقول لك بيبقى طعمه جميل يا اميره وبيستوي كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كفايه بقى بطنك بتملي عيون. ايوه وحش. حبايب قلبي زي انا ما قلت لكم الصاجات بتاعتي كده من كتر الشغل فيها، من كتر الشغل فيها يا حبايب قلبي. ماشي. ايه رايك؟ يعني احنا حاسه كده احنا هنطول على حبايبنا صح كده؟ ما انتوا معانا، هي قالت لكم احنا هنمشي معاكم خطوه بخطوه، لو انتوا سقتوا منا قولوا لنا. طيب ايه رايكم تقولوا لنا في التعليقات ان انتوا زهقتوا مننا؟ هخلص الكيلو القراقيش وسيبه يرتاح وابتدي في الفطير وارجع لكم تاني. حبايب قلبي طبعا انا عملنا الكميه عشان ما اطولش عليكم. احنا عملنا 5 فطاير فقلت ارجع لكم واحنا في اخر فطيره يا حبايب قلبي. السمنه بسمنه بلدي يا ام وعد، دي بسمنه بلدي. ايوه اللي طالب الفطاير طالبها بسمنه بلدي. سامحوني يا حبايب قلبي سامحوني. احنا بنعمل الفطيره كيلو دقيق، مش كتيره يا ام وعد. لا احلى حاجه الفطيره اللي بتبقى كيلو دقيق. بنجزعها 4 قطع زي ما انتم شايفين كده. ست اميره رقها شويه. حاضر. اظن انت شفتي اللي انا عملته. يا سلام. وبعدين يا حبايب قلبي هي قالت انا جعانه هنصبر تاني عبال ما نعمل ونخلص. قلت لها يا قلبي نعمل فطيره بالسمنه البلدي ونجيب حته جبنه ويبقى ده عشان النهارده. ردوا عليا يا حبايب قلبي، ده هيهفت اميره. انا عارفه ان ده هيهفتها طبعا. ماشي. وهي مش راضيه اساسا وعماله تقول لي كل ده من غير اكل وكل ده. ما انا مفطراها الساعه 6 الصبح يا حبايبي. لا حول ولا قوه. 6 المغرب يا طيب الفطيره هتطلع من الفرن يا حبيبتي. اول واحده تطلع ماشي وتهدى شويه كده
لا انا مش بستنى انت لما تيجي. ايه انا نعمل ايه ده يا حبيبتي؟ تقول لك فين؟ سامحوني يا حبايب قلبي، ده احنا الشطه لسه مقصره في المكان، يعني مش هتهدوا شويه؟ لا مش هنهدى. ولما يعملوا شم النسيم. هنعمل إيه؟ مين اللي هيعملوا، احنا ولا هم؟ مش طبعا هم. طب يا حبايب قلبي قولوا لها. لا حرام عليك يا اميره بجد. يا أميرة عملت ايه؟ ايه انا مش عارفه اميره الشطه. حبيبتي لا لا لا، كل حاجه فيها شطه من ساعه تخليل الفسيخ والمكان كله شطه. ده ايش بتخلي يا قلبي؟ حبيبتي يا غاليه حبيبتي. بس بقى تبقى 4 كيلو كده. حد بيقول لك في التعليقات عايزين نشوف الفسيخ ولا ما يتخلى. طبعا ده احنا هنطلعه وناكل مع حبايبنا. ايه ده مش عشان يشوفوا بقى. شام على فكره انا هشوف لك يوم سفر في اليوم ده. لا مش مسافر. مش ايه مش مسافره لا دي. مش مسافر، مسافر. دي اخر فطيره في الفرد يا حبايب قلبي اهي. والرصه كلها دي كتير، بس انا ما بقطعش عشان تريح براحتك. حبايب قلبي وقطعنا كيلو القراقيش ولازم نسيبهم، يعني اقل واجب كده حبايب قلبي ربع ساعه للفطير قبل ما ياخد راحته. وادي كيلو القراقيش قطعناه، وعشان ما تزهقوش مني وتقولوا انا بضايقكم ولا لا، هسوي الفطير ونسوي القراقيش وارجع لكم تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وادي حبايب قلبي القراقيش طلعت، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده، بسكويت بسكويت بسكويت، بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا للي هياكل، بألف هنا وشفا للي هياكل. وادي الفطيرة بتاعتنا الخمسة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا عملت فطيرة بقى نتعشى بيها حبايبي. أميرة مش ساكتة من ساعة ما فطرت، شايفين مورقة ازاي حبايب قلبي؟ شايفين؟ بألف هنا وشفا للي هياكل. شايفين السمنة البلدي ونجاح العجينة ان احنا نصبر شوية عليها. وادي الاربع فطاير اللي طالعين، بألف هنا وشفا لاصحابهم، بألف هنا وشفا على قلوبهم لاصحابهم. شايفين الفطيرة قعرها عامل ازاي حبايب قلبي؟ ومورقة خالص خالص خالص، بألف هنا وشفا. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. دول الاربع فطاير اللي احنا عملناهم، وعملنا فطيرة لاكلنا. ويا رب كده ما تكونوش زهقت مني يا حبايب قلبي. ومعلش حصل مشكلة عندي في الصوت، ما بحبش حد يخش عليا الصراحة وانا بصور، فالحمد لله اللي جات لحد كده، الحمد لله. ادي يومي قضيته معاكم، يا رب ما تكونوش زهقتوا مني وتقولوا ام وعد رغاية. سكر، طعمها سكر والله العظيم. ملبن الفطيرة بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا معانا. يا أميرة مش ساكتة، مش مستنية نجيب عسل وطحينة، مش مستنية نجيب حتة جبنة. هعمل ايه؟ الجوع وحش يا حبايب قلبي. يا رب ما تكونوش زهقتوا مني يا حبايب قلبي، ويكون يومي قضيته معاكم النهاردة كده. ربنا اللي يعلم بحبكم قد ايه. ربنا يكبر خاطركم زي ما بتكبروا خاطري. لايك وشير واشتراك في القناة. بحبكم يا حبايب قلبي، بحبكم. ربنا يصلح لكم حالكم يا رب، يا رب يصلح لكم حالكم وحال ولادكم ويوسع الارزاق يا حبايب قلبي. ويا رب ما تكونوش اتضايقتوا مني. ادي يومي خلصته النهارده مع القراقيش والفطير، ويلا عشان ناكل الفطيرة قبل أميرة ما هتاكلني يا حبايب قلبي. بحبكم في الله.